بيبدأ الفيلم في عالم خيالي بمملكتين موجودين جنب بعض، والمملكتين دول بينهم عداوة شديدة وبيكرهوا بعض جدا. والمملكة الأولى بيعيش فيها البشر وبيحكمهم ملك متكبر وجشع، وكل البشر اللي في المملكة بتاعته بيغيروا من ثروة وجمال المملكة التانية، واللي هي مملكة اسمها مملكة مورز، واللي بيعيش فيها مخلوقات سحرية وعجيبة. ومن ضمن المخلوقات السحرية دي جنية اسمها ميليفيسنت، واللي بتكون عندها قوة جبارة جدا ومن أقوى المخلوقات في المملكة رغم إن سنها صغير. وبيكون واضح إن ميليفيسنت محبوبة من كل الموجودين في المملكة، وإن هي جنية لطيفة. وأثناء ما ميليفيسنت بتتمشى في المملكة بتتفاجئ بإن حراس المملكة ماسكين بشري حرامي وبيكون داخل يسرق منهم مجوهرات، فبتتدخل ميليفيسنت علشان تشوف شكل الحرامي ده، وبتتصدم لما بتلاقيه ولد صغير اسمه ستيفن، فبتطلب منه يرجع الجوهرة اللي سرقها علشان الحرس ما يأذيهوش. فبيضطر ستيفن إن هو يرجع لها الجوهرة، وبعدها بتاخده ميليفيسنت وبتبعده عن الحرس، وبيتمشوا سوا في الغابة وبيفضلوا يدردشوا سوا. وبتعرف ميليفيسنت منه ان هو ولد يتيم وفقير وشغال فلاح في مملكة البشر وبيعيش حياة صعبة، فبتفضل ميليفيسنت تواسيه وبتتمشى معاه لحد ما بتوصل لمملكة البشر. وقبل ما يمشي ستيفن ويدخل مملكته بيسلم عليها، لكن المفاجأة ان بيحصل حرق صغير في ايديها، وده لان ستيفن بيكون لابس خاتم حديد، والحديد ده بيحرق الجنيات ويعتبر هو نقطة ضعفهم. واول ما ستيفن بيعرف كده بيعتذر لها جدا وبيقلع الخاتم اللي في ايده وبيرميه لبعيد عشانها، ولما بيعمل كده بتبدأ هي تعجب بيه وبتقع في حبه. وبتعدي الايام والاسابيع وبيرجع ستيفن للمملكه من تاني، لكن المره دي ما بيكونش جاي يسرق حاجه، وبيكون جاي يقابل ميليفيسنت لان هو بيكون واقع في حبها وهي كمان بتبادلوا نفس الشعور، وهما الاتنين بيقضوا وقت كتير سوا وبيستمتعوا بوقتهم. وبتعدي السنين وميليفيسنت وستيفن بيكونوا كبروا وبقى عندهم 16 سنه، وحبهم لبعض بيكبر مع الوقت. وفي يوم عيد ميلاد ميليفيسنت بيتقرب منها ستيفن وبيعترف لها بحبه، وهي كمان بتعترف له بحبها. وبتمر كمان سنين وهما الاتنين بيكبروا اكتر، وماليفيسنت بتبقى هي حامية مملكة الجنيات بسبب قوتها الكبيرة. لكن المشكلة ان هي ما كانتش بتسمع اي اخبار عن ستيفن، وكان بيتجاهلها وما بيجيش يزورها، وبسبب اهمال ستيفن ليها كانت حاسة بوحدة شديدة، وكانت بتمر بفترة صعبة جدا. ورغم كده كانت بتحاول تتعايش مع الوضع ده وتركز على مملكتها وتحميها من اي خطر ممكن يأذي اي حد عايش فيها. لكن على الجانب الآخر ملك البشر سمع عن ميليفيسنت وسمع عن قوتها الرهيبة، فقرر يقضي عليها وعلى مملكة الجنيات كلها. وبالفعل خد الملك الجيش بتاعه واتحرك ناحية مملكة الجنيات علشان يخلص على كل الموجودين فيها. لكن بمجرد ما وصل لهناك لقى ميليفيسنت مستنياه ومعاها جيش قوي من المخلوقات السحرية علشان تواجهه بيه. وبدأت المعركة بين الطرفين، وميليفيسنت وجيشها السحري قدروا يتصدوا للملك. وفي وسط المعركة هجمت ميليفيسنت على الملك وعملت له إصابات خطيرة، وعلشان كده اضطر الملك ان هو ينسحب فورا ويرجع تاني على مملكته هو واللي باقي من جيشه. ولما رجع الملك لمملكته كان متضايق جدا بالسبب اللي ميليفيسنت عملته فيه، وكان عاوز ينتقم منها باي شكل. وعلشان كده جمع الملك كل الوزراء بتوعه وكل اللي شغالين عنده علشان يبلغهم بخبر مهم، والخبر ده ان اللي هينتقم له وهيقتل ميليفيسنت هيتجوز بنته وهيحكم المملكه بعد ما هو يموت. وساعتها اتصدم كل الموجودين، واللي كان من ضمنهم ستيفن، واللي بيكون شغال في الوقت ده خادم في القصر الملكي بعد ما كبر. واول ما ستيفن سمع كده خاف على حبيبته ميليفيسنت وقرر يروح يحذرها. وبالفعل راح ستيفن لميليفيسنت وقال لها على قرار الملك وطلب منها تاخد حذرها، لكن هي كانت زعلانه منه على اهماله ليها طول المده دي. فاعتذر لها ستيفن عن غيابه عنها وهي سامحته علشان هي بتكون بتحبه. وقعدوا بعد كده يتكلموا شويه مع بعض، لكن وهم قاعدين بيتكلموا بيديها ستيفن مشروب، ولما بتشرب ميليفيسنت المشروب ده بيغمى عليها. وهنا بنكتشف ان ستيفن ما كانش جاي يحذرها، لكن كان جاي يخدرها ويقتلها علشان عايز يبقى الملك. ولما اغمى عليها طلع ستيفن سكينة وحاول يقضي عليها، لكن بعد تردد كبير ما قدرش يقتلها. لكن جات له فكرة مجنونة، واللي هي انه يقطع اجنحة ميليفيسنت ويديها للملك كأنه هو قدر يقتلها. ولما بيجي تاني يوم بيروح ستيفن للملك وهو معاه اجنحة ميليفيسنت، وبيقدم الاجنحة دي للملك وبيقول له ان هو انتقم له من الجنية وخلص عليها خلاص. فاول ما الملك بيشوف اجنحة ميليفيسنت بيفرح جدا، وبيقول لستيفن ان هو هيكون الوريث بتاعه، هيبقى الملك من بعده. وفي نفس الوقت ده بتصحى ميليفيسنت
ماليفيسنت من فقدان الوعي اللي كانت فيه، وبتعرف ان اجنحتها اتقطعت، وبتبدأ تستوعب اللي حصل بالتدريج. ولما بتفهم اللي حصل ده بتنصدم من خيانة ستيفن، وبتفضل تصرخ وتعيط بشكل هستيري. ولما بتهدى ماليفيسنت من الحالة اللي هي فيها بتبدأ شخصيتها تتغير 180 درجة، والجنية الطيبة اللطيفة بتتغير تماما وبتتحول لشخصية سوداوية وشريرة، وبتقرر ان هي مش هتثق في اي شخص تاني ابدا، ومش هتدي الامان لاي حد مهما كان مين. وكمان بتاخد قرار ان هي هتنتقم من ستيفن وتندمه على اللي عمله فيها. لكن المشكلة اللي بتواجهها ان هي ما بقتش قادرة تطير وتتحرك من مكان للتاني بعد ما اجنحتها اتقطعت، وعلشان كده بتقرر ان هي تعين كائن بيقدر يطير علشان يساعدها في الانتقام من ستيفن. وبتجيب غراب اسمه ديفل وبتحوله لانسان وبتديله مهمة، والمهمة هي انه يجيب لها كل اخبار مملكة البشر اول باول. وبكده تكون ماليفيسنت خدت اول خطوة في رحلة انتقامها من البشر. وبتعدي الايام وبيموت الملك، وبعد موته بيتجوز ستيفن بنت الملك، وبيبقى ستيفن رسمي هو ملك مملكة البشر. وبيكون ديفل بيشوف تتويج ستيفن وبيروح ينقل الخبر ده لماليفيسنت، اللي بتزعل اكتر واكتر لما بتعرف ان ستيفن خانها وباع حبهم كمان علشان يبقى الملك. ومع زيادة حزنها بتزيد رغبتها في الانتقام من ستيفن، وبتبقى شخصية مظلمة وشريرة اكتر من الاول، لدرجة ان المخلوقات السحرية اللي في المملكة بتاعتها اللي كانوا بيحبوها بقوا يخافوا منها وبقوا يعملوا لها الف حساب. وبتعدي الشهور وبنشوف ديفل اللي هو جاي يبلغ ماليفيسنت بخبر مهم جدا، والخبر ده هو ان الملكة مرات ستيفن خلفت النهاردة طفلة جميلة اسمها اورورا، وان مملكة البشر كلها بيحتفلوا بالمولودة اورورا، والملك عامل حفلة كبيرة على شرف بنته. فبتقرر ماليفيسنت ان هي تروح تبارك لستيفن وتشوف المولودة، وبيكون عينيها كلها شر وشكلها مش ناوي على خير ابدا. وبالفعل بتقتحم ماليفيسنت الحفلة اللي ستيفن عاملها لبنته، وبتسلم على ستيفن وعلى كل الموجودين، وبتقول لستيفن بسخرية ان هي زعلانة منه علشان ما عزمهاش على الحفلة. فبيحرجها ستيفن وبيقول لها ان هي مش مرحب بيها في الحفلة، ولا اصلا مرحب بيها في مملكة البشر كلها. فبتقول له ان هي جاية ونيتها سليمة وعايزة تدي هدية للمولودة زي باقي الحضور. وبتروح ماليفيسنت للطفلة أورورا وبتلقي عليها لعنة، وبتقول إن أورورا هتعيش حياة جميلة ولطيفة لحد ما تتم 16 سنة بس، وفي يوم عيد ميلادها ال16 هتنام نوم أبدي عمرها ما هتصحى منه أبدا. فبينهار ستيفن وبترجى ماليفيسنت قدام كل الحضور إن هي ما تأذيش بنته، فبتقول له ماليفيسنت يترجاها مرة تانية وساعتها تفكر في الرجاء بتاعه. فبيترجاها ستيفن مرة تانية وساعتها بتغير ماليفيسنت اللعنة اللي هي ألقتها على بنته، وبتقول إن أورورا ممكن تصحى من النوم الأبدي في حالة واحدة، واللي هي قبلة الحب الحقيقية. وده لان ماليفيسنت بعد اللي ستيفن عمله فيها بقت تعتقد ان مفيش شيء اسمه حب حقيقي، وان هو لما كان اعترف لها بحبه وتقرب منها وهي عندها 16 سنة كان بيكذب عليها بدليل كل اللي عمله فيها، وعلشان كده قررت تنتقم منه في اقرب حاجة ليه واللي هي بنته. وبتمشي بعد كده ماليفيسنت من القصر الملكي وهي فرحانة بتحقيق انتقامها. ولما بتمشي بيكون ستيفن خايف جدا على بنته، فبيديها ل3 جنيات علشان يربوها في مكان سري بعيد عن ماليفيسنت، وعلى امل ان الجنيات دول يعرفوا يوقفوا اللعنة قبل ما أورورا تتم 16 سنة. وكمان حاول بعد كده ستيفن يخلص على ماليفيسنت وبعت لها الجيش بتاعه علشان يحاربوها ويقضوا عليها، لكن ماليفيسنت عملت جدار سحري من الاشجار علشان يمنع اي شخص انه يدخل مملكتها. وفي نفس الوقت ده بيكون ال3 جنيات اخدوا أورورا لكوخ سري في مكان بعيد، وبيتحولوا الجنيات ل3 ستات كبار علشان يقدروا يعتنوا كويس بأورورا. ورغم ان هم في مكان بعيد وسري، لكن المفاجأة ان ديفل اكتشف المكان ده وعرف هم هربوها فين بالظبط، لان هو كان بيطير وراهم من غير ما هم ياخدوا بالهم. وطبعا بيروح ديفل يقول لماليفيسنت على مكان الجنيات وأورورا، فبتقرر ماليفيسنت ان هي تروح لأورورا وتشوفها، واول ما بتشوفها بتفضل تقول عليها طفلة شكلها وحش وبتحاول تخوفها وترعبها، لكن أورورا بتضحك لها فبتضعف ماليفيسنت وبتمشي من قدامها على طول بسبب ضحكتها الحلوة البريئة. ولما بيجي تاني يوم بيكون ديفل بيراقب الطفلة والجنيات من بعيد بأمر من ماليفيسنت، وبيلاحظ ان الجنيات مش عارفين يتعاملوا مع أورورا نهائي ولا بيهتموا بيها ولا حتى عارفين يأكلوها. ولما ماليفيسنت بتعرف كده بتأمر ديفل يهتم بالطفلة ويرعاها علشان ما تموتش قبل ما تتم 16 سنة. وبالفعل لما بيجي الليل والجنيات بيروحوا في النوم بيروح ديفل يهتم بالطفلة وبيعتني بيها. وفي نفس الوقت ده بيكون جيش ستيفن بيحاول يدمر الجدار السحري علشان يدخل المملكة ويقتلوا ماليفيسنت، لكن الجدار السحري بيتحرك من مكانه وبيحاربهم وبيقدر يهزمهم كلهم. ولما بيرجع قائد الجيش لستيفن وبيعرفوا ان هم مش قادرين يدخلوا المملكة بيتعصب ستيفن عليه وبيضربه، وما بيكونش عارف ازاي هيقدر يقضي على ماليفيسنت لحد ما بيفتكر حاجة مهمة واللي هي الحديد، لان الحديد بالنسبة للجنيات نقطة ضعف كبيرة. وبيفتكر ان ماليفيسنت اتحرقت قبل كده لما سلمت عليه
وهو لابس الخاتم الحديد. فبيؤمر رجالته يجيبوا كل الحدادين وكل الحديد اللي في المملكة. وبتعدي بعد كده السنين وبتكبر أورورا شوية، وبيكون واضح ان الجنيات مش مهتمين بيها. واثناء ما أورورا بتلعب وبتحاول تمسك فراشة طايرة ومش واخدة بالها بتكون هتقع من فوق جبل وهتموت، لكن ماليفيسنت بتستخدم سحرها وبتنقذ أورورا. وبيبان ان في جزء من ماليفيسنت لسه طيب. وبتمر سنة ورا سنة وبتكبر أورورا اكتر، وماليفيسنت لسه بتراقبها وبتحميها من بعيد لبعيد من غير ما هي تاخد بالها اصلا. وفي يوم بتقرب أورورا من الجدار السحري وبتكون بتتمنى تعرف ايه العالم الموجود ورا الجدار ده. فبتستخدم ماليفيسنت سحرها وبتخلي أورورا تفقد وعيها اللحظات، وبتاخدها وبتدخل بيها للمملكة السحرية وبتخليها تفوق وهي جوه المملكة، وبتفضل تراقبها من بعيد كالعادة. ولما بتفوق أورورا وبتشوف المخلوقات السحرية والمكان الخيالي اللي حواليها بتنبهر ومش بتكون مصدقة عينيها خالص. وبتكون ماليفيسنت برضه بتراقبها من بعيد، وفجأة بتبص لها أورورا وبتقول لها ان هي عارفة ان هي بتراقبها وبتطلب منها ان هي تتكلم معاها. فبتطلع ماليفيسنت من المكان اللي هي مستخبية فيه وبتظهر لأورورا لأول مرة، لكن المفاجأة ان أورورا بتقول لها ان هي عارفاها وعارفة ان هي بتراقبها وبتحميها من زمان قوي. وبتتعرف أورورا على ماليفيسنت وديفل وبتكون متحمسة جدا وطايرة من الفرحة لحد ما بتستخدم ماليفيسنت سحرها وبتخلي أورورا تروح في النوم علشان تخلص من الصداع بتاعها. وبيجي تاني يوم ولما بتصحى أورورا بتاخدها ماليفيسنت جولة في المملكة وبتوريها المخلوقات والكائنات العجيبة. وبتبدأ أورورا تتعرف على الكائنات دي وبتفضل تهزر وتلعب معاهم، وحتى ماليفيسنت بتلعب معاهم وكلهم بيقضوا وقت لطيف مع بعض وبيستمتعوا سوا. وبتبدأ تنشأ علاقة صداقة قوية ما بين ماليفيسنت وأورورا وبيبقوا أصدقاء. ولما بيجي الليل وبتروح أورورا في النوم بتدخل ماليفيسنت أوضتها وبتقرر إن هي تبطل اللعنة اللي رمتها على أورورا. فبتحاول تبطل اللعنة بكل قوتها، لكن للأسف بتفشل لأن اللعنة اللي هي رمتها عليها كانت قوية جدا وماليفيسنت بقت أضعف من زمان. وبتعدي الأيام وبنشوف ماليفيسنت وهي راحة تتكلم مع أورورا وبتقول لها إن في شر في العالم ده وهي مش هتقدر تحميها منه. فبتقول لها أورورا إن عيد ميلادها ال16 بكرة وفاضل عليه ساعات قليلة وإن هي خلاص يعتبر كبيرة كده وهتقدر تخلي بالها من نفسها كويس. وبتقول لها إن أول قرار هتاخده بعد ما تكبر إن هي تتنقل من مملكة البشر وتروح تعيش في المملكة السحرية. فبتقول لها ماليفيسنت إن هي ممكن تتنقل وتعيش معاها في المملكة السحرية من اللحظة دي ومش لازم تستنى لما تكبر يعني. فبتفرح أورورا جدا وبتتحمس للموضوع وبتقرر تروح تقول الموضوع ده لخالاتها الثلاثة اللي هم ال3 جنيات اللي ربوها. واثناء ما هي رايحه لهناك بتقابل شاب وسيم اسمه فليب، وبيكون فليب في الوقت ده تايه. فبيسالها على طريق القصر الملكي وهي بتوصف له الطريق وبيتعرفوا على بعض، ومن اول نظره الاتنين بيعجبوا ببعض. وفي نفس الوقت ده ماليفيسنت وديفل بيكونوا بيراقبوهم من بعيد. فبيقول ديفل لماليفيسنت ان الشاب ده هو الحل علشان يكسروا لعنه أورورا، لكن ماليفيسنت بتقول له ان مفيش حاجه اسمها حب حقيقي وان الكلام ده كله سخافات. فبيقول لها ان الكلام ده سخيف بالنسبه لها، لكن مش بالضروره يكون سخيف للكل، خصوصا لو كان مصير أورورا متعلق بيه. وبيسيبها وبيمشي وهو متضايق منها. وبعدها بنشوف أورورا وهي رايحة للجنيات اللي ربوها وبتقول لهم ان هي كبرت وقررت ان هي تسيب البيت. فبيتعصبوا كلهم عليها وبيقعوا بالكلام وبيقولوا لها ان هم هيرجعوها لابوها وهو يتصرف معاها. فبتنصدم أورورا لان هم مفهمينها ان هي يتيمة وان هم متبنيينها، وبسبب غلطهم ده بيضطروا يقعدوا معاها ويحكوا لها على كل حاجة من الاول بأدق التفاصيل. ولما بتعرف أورورا كل حاجة بتروح تواجه ماليفيسنت بالحقيقة وباللعنة اللي هي لعنتها بيها. فبتحاول ماليفيسنت تعتذر لها وبتحاول تقرب منها وتصالحها، لكن أورورا بتبعدها عنها وهي منهارة من العياط وبتسيبها وبتمشي. وبتروح أورورا بعد كده لستيفن ابوها وبتقول ان هي بنته، وهو طبعا بيقدر يتعرف عليها علشان هي شبه امها جدا، لكن بيتعصب ان الجنيات رجعوها قبل عيد ميلادها بساعات. وبيأمر رجالته يحبسوا أورورا في اوضتها، وبالفعل هما بياخدوها وبيحطوها في أوضة، لكن هي بتقدر تهرب منهم وبتفضل تتمشى في القصر لحد ما بيفوت الأوان واللعنة بتشتغل. وبتبدأ أورورا في حالة من النوم الأبدي، وفي اللحظة دي بتدخل ماليفيسنت للمكان وهي معاها فليب على أمل إن لما فليب يتقرب من أورورا اللعنة تتفك. وبالفعل بيتقرب فليب من أورورا وبيبوسها، لكن مفيش أي حاجة بتحصل، والكل بيفقد الأمل إن أورورا تفوق من الحالة اللي هي فيها دي، خصوصا ماليفيسنت اللي بتنهار من العياط وبتزعل جدا على أورورا. وبتعتذر ماليفيسنت لأورورا على اللي هي عملته فيها وبتقرب منها وبتبوسها وهي بتعيط. والمفاجأة هنا إن أورورا بتفوق من الحالة اللي هي فيها واللعنة بتتفك،
وده لان ماليفيسنت بتحبها زي بنتها فعلا، والحب اللي بتحبه لها ده حب حقيقي، وده كان كفيل ان هو يكسر اللعنه. وساعتها ماليفيسنت كانت طايره من الفرحه ومش مصدقه عينيها، وبتاخدها ماليفيسنت علشان يخرجوا من القصر، لكن المفاجاه ان الجنود بيهاجموا ماليفيسنت وبيرموا عليها شبكه حديد بتخليها مش عارفه تتحرك، وبيهجموا عليها باسلحه كلها حديد وبيفضلوا يضربوا فيها. وفي اخر لحظه قبل ما يخلصوا عليها بتحول ديفل لتنين وبيضرب كل الجنود وبيبعدهم عنها وبيقدر ينقذها. وفي وسط المعركه دي بتروح اورورا تشوف اي حاجه تساعد بيها ماليفيسنت، وده لان الجنود بيقدروا يضربوا ديفل وبيسيطروا عليه، وكمان بيحاوطوا ماليفيسنت من كل اتجاه. وفي اللحظه دي بيتدخل ستيفن علشان يتخلص من ماليفيسنت بنفسه، وبيكون خلاص هيخلص عليها، لكن في اخر لحظه اورورا بتدي لماليفيسنت الاجنحه بتاعتها، وده لان ستيفن كان محتفظ بالاجنحه بتاعتها، ولما اورورا شافتها قررت ترجعهم لماليفيسنت وتساعدها. وبالفعل بتستخدم ماليفيسنت الاجنحه بتاعتها وبتتصدى لستيفن وجنوده، وبتحرر ديفل وبيرجع ديفل يشتبك مع الجنود مره تانية، والمره دي بيقدر يحرقهم وبيخلص عليهم. وماليفيسنت بتاخد ستيفن وبتطير بيه لمكان عالي وبتكون هتقتله، لكن في النهايه بتغير رايها وبتقرر ان هي تسامحه وتسيبه، لكن بمجرد ما بتديله ظهرها بيحاول يقتلها، فبتاخده وبتطير بيه لمكان عالي وبترميه من فوق وبتتفرج عليه وهو بيموت. وبكده تكون قدرت ماليفيسنت تحقق انتقامها من الشخص اللي خانها، وبتهدم ماليفيسنت الجدار السحري اللي كان بيفصل بين المملكتين، وبتوحد المملكتين وبتخليهم مملكة واحدة، وبتجمع ماليفيسنت الشعبين وبتعلن ليهم ان الملكة بتاعتهم هي اورورا، وبكده يكونوا كلهم هيعيشوا مع بعض في سعادة في ارض واحدة من غير ما يكون في بينهم صراع او مشاكل. وبترجع تاني ماليفيسنت الشخصية طيبة ولطيفة، وبيخلص الفيلم. بيبدأ الفيلم بعد أحداث الجزء الأول ب5 سنين، وبنشوف 3 حرامية وهم بيتسللوا لأرض الجنيات وبيحاولوا يسرقوا كائنات سحرية صغيرة من هناك، وده علشان يبيعوا الكائنات السحرية دي لأشخاص مجهولين بسعر كبير. وبيقدروا يسرقوا كائن سحري وبيحاولوا يخرجوا من أرض الجنيات بسرعة، لكن فجأة بتظهر ماليفيسنت ونات تحتفل بالخبر ده، ومن ضمن الكائنات اللي سمعت بالخبر هو الغراب اللي اسمه ديفل، واللي بيكون مساعد ماليفيسنت ومقرب منها جدا ويعتبر دراعها اليمين. وأول ما ديفل بيسمع الخبر ده بيروح على طول يبلغه الماليفيسنت، وهي اول ما بتسمع الخبر ده بتتعصب وبتتضايق، وبتروح عشان تتكلم مع اورورا وبتقول لها ان الحب نهايته وحشه، وان هي لازم ترفض الجوازه دي، خصوصا ان فليب بشري وان هو امير لمملكه موجوده جنبهم والعلاقه متوتره بينهم وبين المملكه دي. فبتقول لها اورورا ان فليب شخص مختلف، وبتطلب منها تثق فيه وتديله فرصه علشان خاطرها هي، وعلشان ماليفيسنت بتحب اورورا جدا وبتعتبرها بنتها بتضطر ان هي توافق وبتدي فرصه لفليب. وفي نفس الوقت ده بيروح فليب لابوه الملك واللي بيكون اسمه جون، وامه الملكه واللي بيكون اسمها انجريس، وبيصنعوا اسلحه من الحديد، وده علشان الحديد هو نقطه ضعف الجنيات الوحيده الكائنات السحريه، وده لان هي عندها مخترع بيقدر يستخلص مواد سحريه من الكائنات دي علشان يصنع للملكه انجريس ترياق سحري، ويقدروا يستخدموا الترياق ده في القضاء على الجنيات، وان زهره الضريح اللي في اراضي الجنيات هي اكتر حاجه ممكن تساعدهم في صنع الترياق ده. وعلشان قبل اول بتكون ماليفيسنت رافضه الفكره علشان البشر اعتبروها شريره جدا من ساعه ما قتلت ستيفن زمان ولعنت اورورا، ورغم ان هي قتلت ستيف علشان هو كان بيحاول يقتلها، فبتفضل اورورا ورا ماليفيسنت لحد ما بتخليها تغير رايها، وبالفعل بيروحوا كلهم للمملكه وتسيب اورورا وبتطير من القصر، لكن من واحد من جنود انجريس، وبتتصاب ماليفيسنت اصابه شديده جدا وبتقع في النهر، لكن لحسن الحظ بيجي كائن مجهول بيقدر يطير زيها وبيطلعها من الميه وبينقذها وبياخدها وبيمشي، وفي نفس الوقت ده ما بيكونش في حد عارف يصحي الملك من الحاله اللي هو فيها، وعلشان كده بتقول لهم ان هي هتروح تدور على ماليفيسنت وهتخليها تفك اللعنه عن الملك، وبالفعل بتروح اورورا لهناك وبتفضل تدور على ماليفيسنت في كل مكان لكن مش بتلاقيها، فبيظهر ديفل قدامها وبيقول لها ان هو كمان مش قادر يلاقي ماليفيسنت. وتاني يوم بتصحى ماليفيسنت وبتلاقي ان في حد عالج جرحها، وبتلاقي نفسها في مكان غريب، فبتقوم تتمشى في المكان ده بيشجعهم علشان يحاربوا البشر، لا اللي بتتدخل في اللحظه دي وبتسالهم هم مين وايه اللي بيحصل بالظبط، فبيطلعوا كلهم من المكان وبيسيبوا ماليفيسنت مع كونال علشان هو اللي يشرح لها.
فبياخدها كونال في جولة في المكان وبيقول لها ان هم يبقوا جن الظلام وانهم من نفس نوعها وسلالتها، والفرق بينهم ان هم اضطروا يعيشوا في اماكن سرية علشان يبعدوا عن البشر وشرهم، وبيوريها اثار الحرب اللي حصلت بينهم زمان وبين البشر، وبيعرفها انهم خسروا في الحرب دي ومن ساعتها هم مستخبيين. فبتتأثر ميليفيسنت بكلامه وبتقول لها اورورا ان هي مش قادرة تلاقي ميليفيسنت، وبتعتذر لها مرة تانية على كل اللي حصل. فبتقول لها انجريس ان هي ما ينفعش تعتذر لان هي ملهاش ذنب في اي حاجة، وان الحل الوحيد عشان يتخطوا كل اللي حصل ده انهم يبداوا تحضيرات الجواز. فبتقتنع اورورا بالفكرة، وبالفعل بيبداوا التحضيرات للفرح وبيتم الاعلان عن ميعاد الفرح في كل المملكة، وكمان بيعزموا كل الكائنات السحرية في الفرح. وفي نفس الوقت ده بتكون ميليفيسنت موجودة مع كونال، وبياخدها وبيوريها هيكل عظمي لأسطورة قديمة اسمها أسطورة فينيكس، وهي آخر واحدة من السلالة، ودم الأسطورة بيجري في دمها، وعلشان كده هي عندها قوة جبارة مش موجودة عند أي حد منهم. ورغم كده هو مش عايزها تستخدم القوة دي في الشر بوقت يهجموا فيه على البشر ويخلصوا عليهم كلهم ويحتلوا المكان. وفي الوقت ده بتكون ميليفيسنت مصدومة علشان بتقدر تستمر، وفي نفس الوقت ده بتكون انجريس بتحاول تغير سلوكيات أورورا وتعودها على الحياة الملكية، زي ان هي تلبسها فساتين الملكات وتخليها تاكل بطريقة كويسة وشيك. لكن أورورا وبتشوف كل المواد السحرية والأسلحة الموجودة في المكان، كل الجنيات والكائنات السحرية. وهنا بتوصل انجريس للمكان وبتبدأ توضح كل خططها الشريرة لأورورا، وكمان بتقول لها ان هي اللي لعنت الملك بالمواد السحرية اللي عندها، وان ميليفيسنت ما عملتش اي حاجة وبريئة، وده لان الملك كان ضعيف وعايز يتحد مع مملكة الجنيات، انما هي عايزة تقضي عليهم. وبعد